السلام عليكم متتبعيني والأوفياء القناة اللي هي قناة بجراح، كنتمنىكم تكونوا بألف صحة وعافية وفي أفضل الأحوال إن شاء الله يا ربي. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. آه آمين يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله غدا نحضر معكم واحد طلبية ديال الحلوى ديال الأفراح والأعراس والمناسبات، تحت طلب واحد الأخت اللي دخلت عليا في الخاص. كنت نزلت لها ستوري وهذا هاد الحلوى، ودخلت وكتقلب عليها في اليوتيوب كيحسب لها راني درت لها شي فيديو. انا ما درتش لها فيديو ضيق الوقت وهذا، غير نزلت لها غير ستوريات وهذا. المهم من بعد مسكينه دخلت وكتقلب، ملي ما لقاتش دخلت عليا في الخاص وطلبت لي الفيديو ديالها واش عندي واش هذا، واش درت لها شي فيديو داكشي. وانا للاسف ما كنتش درت لها الفيديو تحت طلب لهاد الاخت هذه، لانها من الوفيات القناه ديالي من اول ما بديت القناه ديالي، وهي من الوفيات. سبحان الله العظيم، للاسف لو عندي غير 4 المتابعين بحال هاد الاخت هذه لو كنت راه القناه ديالي زادت القدام. ايوا الحمد لله، هادشي اللي عطا الله. نبداو مع المقادير ان شاء الله. انا لبيت لها الطلب لان غندير لكم غير نص المقادير. انا راه كنستخدم طلبيات العرس كميه اللي هي كثيره، يعني اكثر من 300 حبه. دابا راني غنخدم لها غير بنص المقادير. واحد الاخت اللي هي كذلك عزيزه على قلبي، حتى هي كانت عندها واحد المناسبه بنتها وطلباتها ليا، يعني درت لها واحد تقريبا واحد 40 حبه اولا 50 حبه هكاك. المهم ما حسبتهاش لان حسبت لها كلشي العجنه هي هذيك. المهم بالنسبه للمقادير درت نص زبده، يعني 125 غرام ديال الزبده. انا كنستعمل دائما الزبده ديال الحلويات اللي كتكون خاصه بالتوريق. بغيتو تستعملوا الزبدات الاكل استعملوا. المهم ليكم إلا بغيتو تستعملوا البواطة استعملوا، ولكن هذه كتعطيني نتيجة أفضل صراحة الله. استعملت كاس ونص ديال المزهر. أنا كنعطيكم نص المقادير. استعملت كاس ونصف من المزهر. استعملت المهم رشيشة ديال المليحة. حطيت ديك الزبدة كما هي، ما كندوبهاش، يعني ضروري تخدموا بالزبدة كما هي بدرجة حرارة الغرفة. صافي يعني درتها. لا عندكم قطعوها طروفة إلا بغيتو، المهم تكون عندكم بحرارة درجة الغرفة. صافي زدت عليها الجنجلان عندي ربع ديال الجنجلان، يعني 250 غرام ديال الجنجلان. انا في المقادير كنستعمل يعني نص كيلو ديال الجنجلان في ربعه ديال الزبده في نص سيترو ديال المزهر. انا قسمت المقادير غير باش ندي الاخت طالب، وهذه هي الكميه اللي صراحه الله لي جات في الوقت المناسب. واحد الاخت طلباتها ليا وهي ديك وصورتها. هادشي اللي كاين. بالنسبه للطحين، يعني الطحين عندي خاص بالحلويات. استعملوا الدقيق اللي كيكون من نوعيه جيده خاص بالحلويات. بقيت كنزيد، يعني ما كنعبرش الطحين لان كل مره شحال كتزيد ليا الكميه كنعتذر. كنركب الصوت بالليل ومريضه شويه. المهم غلبني النعاس وشويه عيانه، الله تعالى يشافي ويعافي الجميع. هادشي اللي كاين. صافي بالنسبة للطحين، يعني استعملت تقريبا نص ربع ديال الطحين، يعني نص الربعة ديال الطحين. وعيني ميزان، يعني استعملت تقريبا واحد الربعة وبقيت كنزيد غير بشوية بشوية. المهم الطحين يكون من نوعية جيدة طبعا باش كيساعدكم باش كتجي الحلوى زوينة، زعما كتجي عندها كتجي مزيانة يعني. واحد المهم انا كنستعمل دائما نوعية جيدة في الدقيق بالنسبة للكوموند ديالي اولا للحلويات ديالي الدار، سواء في المعجنات اولا في الحلويات. دائما كنفتش على نوعية دقيق جديدة. المهم انا هنا راني نستعمل الدقيق كيشرب شويه، يعني ما كيشربش عفوا، يعني بقيت كنزيد في الكميه ديال الدقيق ولكن ما نخليش الكميه الدقيق تشمتني. يعني زدت تقريبا واحد نص كاس ديال الدقيق. وفي الاول ضفت نص كاس ديال الدقيق عفوا. بعد ما دعكت ديك الزبده مع جنجلان مع المزهر صافي، وبقيت كنزيد الدقيق غير بالملعقه، يعني ديك شويه، يعني قياس الملعقه حدايا البانيو ديال الطحين المغربل. كنزيد شويه بشويه حتى غتجمع عليا العجينه، يعني كما نطموها كما كيقولوا اخواننا الجزائريين نطموها. صافي حتى حنا في المغرب كنطموها ولا نلموها ولا المهم نجمعوها. انا جمعتها على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. هانتوما يعني كتكون العجينه مجموعه ما كتلتصقش في اليدين. وإلا درنا هكا ولقيناها باقا كتلتصق لنا في اليدين اولا في القصعه ولا الاناء اللي هي كنخدموها فيه، نبقاو نزيدو الدقيق غير شيشه برشيشه. انا للاسف راني كنخدم باللي راكم كتشوفوا الضو مع الوليدات، وهذا حتى كينعسوا الوليدات، يعني حتى الوحده 12 ونص عاد كنبدا نخدم. صافي هادشي اللي كاين. يعني خدمت والاناره كانت عندي ناقصه بزاف، ما سجلتش لكم وانا كنخدم فيها كنطلقها كنشكل الحلوى.
صافي أنا بعدا راني عجنتها وخليتها، يعني عجنتها تقريبا مورا المغرب، خليتها حتى لشي 12:30 عاد بديت كنطلق فيها، يعني خليتها غير في المطبخ، يعني ما دخلتهاش الثلاجة. صافي يعني خليت واحد جوج خليت واحد شوية غير باش نشارك معاكم الطريقة وصافي. هنا كما كتشوفوا يعني كنوريكم السمك ديالها كيفاش كتكون، سرحتها بالمدلك عفوا. بعد ما ارتاحت صافي ها السمك ديالها كيفاش خصها تكون، وما كنطويوهاش على الجهة اللي كنطلقوها عليها من الفوق، يعني ما كنشدوهاش من الجهة الفوقانية، يعني كنقلبوها على الجهة اللي كنا طلقناها عليها على طاولة العمل، باش كتلتصق لينا وما كطرطقش لينا في الفران. يعني تبعوا غير الخطوات وان شاء الله غتنجح معكم. هاد الحلوى من اروع ما يكون من الحلويات اللي بنينه بزاف. ها نتوما كيف ما كتشوفوا يعني غادا نشكلها على الوجه اللي كان على طاولة العمل ماشي للفوق. غنعاود معكم واحدة اخرى عاود وصافي باش تفهموا الطريقة وصافي. هانتوما كتشوفوا راني طلقت غير جويجات، يعني للاسف ما صورتش وكان الليل والمهم يعني صعيب باش كنصور بالليل. وهذا شوفوا معايا، والتليفون كان عندي مديشارجي اللي غنصور به يعني ما كيعطينيش الاناره كما هي. شوفوا الطريقه باش نجمعوا هذه الحلوى هذه، راه كتجي بنينه بزاف وكيف ما شفتوا راه ما فيها لا سكر لا حتى شي حاجه، يعني بلا ما تضيفوا شي رشيشه سكر، يعني زعما تخدموا فيها الشطره وتزيدوا شي رشيشه سكر او العسل او لا خليوها يعني ما فيهاش سكر نهائيا، حيت باقي غنعسلوها وغنعمروها بالحشوه اللي هي حلوه. وحتى الطريقه ديال الحشوه يعني صراحه الله ما شاركتهاش معكم، ولكن راني حشيتها غير بالشوكولاته، يعني اي نوعيه الشوكولاته جيده. احسن اللي كان عندكم كومون تستعملوا نوعيات الشوكولاته تكون جيده، سواء شوكولا ريش او شوكولا كالا او الشوكولا اللي كتكون 100% شوكولاته. شوفوا معايا كيفاش الطريقه كنشدها يعني بواحد الطريقه، يعني شوفوا معايا كندير لها القنيتات هاد الجنيبات كنربعها وكنسد كنزير عليها باش ما كتحلش لينا في الفران، حيت راها كتحل. وبالنسبه انا راني كنخدمها بالليل وكنغطيها بواحد المنديل اولا بواحد السربيته نقيه. طبعا تشوفوا راه ملي كنشكلوها كنسرد نقرصوها مزيان ونسدوها مزيان. صافي تشوفوا هنا راني تشقات معايا هذه راح تبان، ولكن ماشي مشكل راه كنعالجها، يعني غير نتوما خصكم تحكموا فيها وصافي. حاولوا تلصقوها مزيان دوك الجناب ديك القنيسات مع بعضياتهم. وكنديرها في الفران طافي طبعا، يعني كنبيتها 24 ساعه، اولا الا درتها في الصباح كنطيبها بالليل باش كنحصل على نتيجه افضل، كتجي مورقه وكتجي خفيفه وبنينه. هادشي اللي كاين. هانتوما كتشوفوا معايا، كنتمنىكم تكونوا فهمتوا الطريقه مع انني ما سجلتش لكم كلشي. هادشي اللي كاين. المهم الاخت راني عطيت لها المقادير كتبتهم لها في الخاص، ولكن المهم غير بغات تشوف الطريقه كيفاش باش كيعجبها تشوف الطريقه. كنتمنى اختي الحبيبه تكوني فهمتي الطريقه وفهمتي تشكليها، حيت هي كان عندها المشكل في التشكال، واخا عطيت لها المقادير يعني كان خصها باش تشوف كيفاش كنشكلها. وهذا هادشي اللي كاين حبيباتي. كنتمنىكم حتى نتوما نكون فدتكم واستفدتوا معايا ان شاء الله. حنا غير هنا في هذا اليوتيوب غير مفيدين ومستفيدين ان شاء الله، شي يدعم شي وشي يعاون شي. واللي فوق يطل على اللي لتحت، واللي لتحت عاود يطمح للفوق. هادشي اللي كاين. الله يوفق الجميع. بالنسبه لدرجه الطهي يعني دخلتها للفران مده تقريبا واحد ثلث ساعه، العافيه مهيله جدا. الفران يكون سخون وكنقصوا ليه، العافيه مهيله جدا جدا لمده تقريبا ثلث ساعه، من ربع ساعه حتى ل 25 دقيقه. هادشي اللي كاين. طيبتها من الفوق مزيان حتى هزيتها نشفات تماما ولقيتها تحمرت شويه من التحت. صافي هبطتها عاود لتحت وزدت نقصت العافيه باش ما كتحرقش معايا، كتجيني مذهبه وصافي. بالنسبه للعسل كان عندي سخونه، يعني العسل راه سبق لي حضرته معكم في القناه. هاد الحلوانيت باش حضرت ديك العسل اللي صورت معكم، ها هو باقي في الطنجره نيت اللي انا حضرته معكم. اللي فين حضرته يعني ما درتوش في طنجره اخرى. تشوفوا العسل ما شاء الله، يعني ضربت عصفورين بحجر. نزلت الفيديو ديال العسل وصراحه الله كنت عسلت به الحلوى اللي درت للعرس. والمهم بقات لي هذيك صورت شي لقطات من الحلوى اللوليه هي هذه طبعا. وكنت بقات لي شي حاجه د العسل، عفوا يا ربي مبقاتش لي شي حاجه د العسل. عاودت العسل بنفس الطريقه وعسلت به الطلبيه الثانيه اللي كانت عندي من الاخت اللي هي عزيزه على قلبي، عاود وفحال اختي صاحبتي وفحال اختي وحنا كنا خوت في الله تعالى. هادشي اللي كاين. الله يدوم محبه بيناتنا ان شاء الله يا ربي. المهم طيبتها لمدة 20 دقيقة، العافية مهيلة جدا. ملي هبطتها لتحت ملي كنهبط عاود للفران من التحت عاود كنزيد ننقص العافية بزاف باش كتحمر ما كتحرقش معايا وكتجيني مقرملة. عرفتو راه كتجي واحد التقرميشة. وبالنسبة لهاد الأخت اللي دارت ليا كوموند للعرس، كانت ذوقاتها في العيد عندي. المهم كانت ذاقتها وكانت عجباتها بزاف. وملي كان عندها العرس يعني طلباتها ليا درتها لها في كوموند هي وواحد الحلوى اخرى ان شاء الله يا ربي. الا قدرت ننزل لكم عفوا فما قريب، حيت انا التليفون عندي كان المهم عندي غير التليفون ما كاينش ليا ستوكاج، يعني غالبا كنمسح. هادشي اللي كاين.
المهم الخوت كنتمنىكم إلا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من لي لايك من تعاليقكم عفوا المحفزة، ومن البارطاج مع الأهل والأحباب باش تستافدوا حتى نتوما وحبابكم إن شاء الله يا ربي، وتحتفظوا بالفيديو عندكم علاش لا باش تبقاو دائما تبقاو عاقلين على الوصفة والمقادير، وجربوا هاد الحلوى راه زوينة بزاف، غزالة غزالة ما شاء الله نتوما كتشوفوا. أنا راني عسلتها وقطرتها يعني درتها في الشبكة باش تقطر، ولكن الطريقة تاع العسل يعني راه حاولوا تقلبوا الحلوى يعني ما تخليوهاش هكا على وجه، يعني حاولوا تقلبوها باش تخوها من العسل. شوفوا ما شاء الله العسيله شحال ناجحه اللي حضرت معكم في القناه. انا غنخلي لكم الرابط ان شاء الله اسفل الفيديو. يعني جات غزاله ما شاء الله، كنتمنىكم تبقاو بالف صحه وعافيه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفكره جديده، كنتمنى ان شاء الله تبقاو بالف الف الف خير.